مرحبا، أهلا وسهلا بكم بقضية جديدة على قناتي. اليوم قضيتنا راح تكون عن أكوا تافانا. إذا حابة تقتلين أي شخص، إذا حابة تقتلين زوجك، اتصلي على رقم واطلبي أكوا تافانا لقتل أي زوج بالدنيا. ده حسنا أسوي إعلان، بس حرفيا هي هذه القضية. إذا تريدون تعرفون تفاصيل قضية اليوم تعالوا فيديو النهاية. اليوم قضيتنا راح تبدأ من القرن ال17 عن امرأة باسم جوليا توفانا. بالقرن ال17 المرأة ما كان عندها أي دور بالمجتمع، والشيء الوحيد اللي ممكن تعمله بحياتها أو دورها الوحيد بالحياة هو الزواج. لكن ما تتزوج الشخص اللي تريده، كان يتم إجبارها على الزواج، والرجل هو المسيطر والنساء هما مجرد سلعة يتم بيعها من قبل العائلة، وأكيد يتم ضربهم، شتمهم، عمل كل شي بالنساء، لكن ما يتم محاسبة الرجال قانونيا، لأن هالشي جدا عادي. حتى لو كنتي من عائلة غنية أو فقيرة نهايتكم نفس الشي. يعني العائلة الغنية كانت تعطي بيتهم لغني لحتى يأخذون النقود، يعني كان الموضوع متشابه، وكانوا يتعرضون لنفس المأساة، يتم ضربهم، شتمهم، ما كان عندهم أي رأي، ما كان يوجد شيء اسمه طلاق. يعني النساء اللي يتزوجون خلاص هم راح يستمرون بهذا الزواج لغاية الموت. الانفصال ما كان موجود، مصطلح الطلاق الانفصال النساء ما كانوا يعرفوه أو ما كانوا يتجرؤون إنه يطالبون به. فالنساء ما كان عندهم أي شيء يعملوه بحياتهم، يا إما يتزوجون أو يتسولون أو يبيعون أجسادهم. وبعض النساء كانوا يموتون بسبب مضاعفات الإنجاب والحمل. يعني كانت عوائلهم جدا كبيرة، من الممكن تشوف امرأة حامل بابنها العاشر 11 12 وبعدها تموت من كثرة الإنجاب. فالنساء بدأت تلجأ للقتل لحتى تتخلص من هذا الكابوس اللي عايشة بيه. جوليا توفانا ابنة امرأة باسم ثوفانيا دادامو تم إعدامها في يوليو سنة 1633 لأنها قتلت زوجها، يعني والد جوليا. فجوليا كانت معروفة إنها جميلة، وكانت متعاطفة مع النساء اللي يتم إجبارهم على الزواج، وكانت تتمنى إنها تقدر تساعدهم. فجوليا بدأت تقضي أغلب وقتها مع الصيادلة وتتعلم كيفية صنع الأدوية بنفسها وتسألهم عن كل شيء. وبعد فترة بدأت تخلط أدوية بنفسها، وتعلمت جوليا صنع سم جدا قوي 3 إلى 4 قطرات منه كافية لحتى تقتل أي رجل، وسمت هذا السم باسم أكوا توفانا. شكل السم كان جدا لطيف، على أنه هو مستحضر تجميل. كانت الامرأة تحطه على الميز، ما كان يثير الشبهات بأنه هذا السم، لا، كان الرجل يظن بأنه هذا مستحضر تجميل. حتى الشرطة إذا في حالة كشفت أن الامرأة قتلت زوجها ما راح يشكون، لأن كان مستحضر تجميلي. وجوليا كانت تبيعه بعلبتين، العلبة الأولى كانت زجاجية على أساس أنه هو كريم معالج، والعلبة الثانية كانت على شكل باودر. فيعني من المستحيل أنه أي شخص يشك. والسم كان بدون لون أو طعم أو حتى ريحة. وجوليا بدأت تصنع هذا السم، لكن أغلب عملائها من النساء كانوا يسممون أزواجهم. النساء كانوا حابين هذا السم لأن مفعوله جدا بطيء، مو من أول مرة الرجل يموت. كانت أول جرعتين تشبه أعراض الإنفلونزا والإرهاق، الجرعة الثالثة الرجل يصيبه حرقة بالمعدة، غثيان بالإضافة إلى الجفاف، والرابعة تقتله. لكن حتى لما يأخذون الجرعة الرابعة كانوا يموتون ببطء، لدرجة أن الرجل كان يكتب وصيته ويتوب عن أفعاله. فالنساء كانوا يحسون أنه أوكي هو تاب على أفعاله، فأوكي لازم يموت خلاص. يعني ما كانوا يحسون بذنب، لأن كانوا يفكرون أنه خلاص الرجال تابوا راح يروحون للجنة. يعني هم ما قتلوهم بطريقة وحشية، وكانوا يفكرون على أنه هي تكون أرملة أفضل من زوج يضربها كل يوم. أعتقد لو كنا بالقرن ال17 راح نفكر بنفس الطريقة. غريب. النساء حبوا جوليا وقرروا أن هم راح يحموها، لأن إذا حموها راح يحمون نفسهم، لأن أكيد راح يتورطون معاها إذا انفضحت. وما كانوا يقولون هذا السر لأي شخص، فقط الأشخاص الموثوقين أو الأصدقاء المقربين
راح يوصون بجوليا إنه أوكي اشتري هذا السم من جوليا لحتى تخلصين من زوجك. وبعدها جوليا فتحت محل بمنزلها لبيع منتجات تجميلية بالإضافة إلى أكواتوفانا السم. فاللي ما يعرفوها كانوا يشترون الأشياء العادية، واللي يعرفوها كانوا يشترون أكواتوفانا. استمرت جوليا ببيع أكواتوفانا 50 سنة، 50 سنة، وما حد كان يعرف إن هي كانت تسمم الرجال. وعلمت بنتها سر الوصفة السحرية لحتى تبيعها بعد وفاتها. فهي وبنتها كانوا يعملون مع بعض، وبعدها انتقلت إلى روما وعملت نفس الشيء مع النساء، كانت تبيع لهم أكواتوفانا وهم كانوا يقتلون أزواجهم أو أي شخص ثاني كانوا يكرهوه. لكن اتضح أنه جوليا كانت تعلمهم شنو لازم يعملون بالضبط. أول شي لازم يتم وضع هذا السم بالشاي أو الكحول أو أي شيء قابل للشرب، وبعد ما يتم وضع السم ويموت الرجل ببطء، لازم الامرأة تتصرف على أنه هي حزينة متفاجئة مصدومة، وتحس أنه هي خلاص حياتها انتهت بسبب أنه زوجها توفى. وبعدها هذه الامرأة تطالب بفحص زوجها لحتى تنهي كل الشكوك حولها أنه هي مستحيل قتلت زوجها، هي عندها إثبات، تم فحص زوجها وهي بريئة. حتى الأطباء اللي كانوا يفحصون الرجال قبل وفاتهم لما كانوا يحسون بمرض أو تعب ما كانوا يفهمون شنو اللي كان يصير، فكانوا يعتقدون إنها إنفلونزا عادية، لأن بهذا الوقت الناس كانت تموت بأمراض بسيطة. ولحتى تحمي نفسها أكثر جوليا كانت تسأل على كل عميلاتها، يعني إذا امرأة جتي وحاولت إن هي تشتري منها أكواتوفانا راح تسأل عنها، راح تستفسر، راح تشوف هل هي مثيرة للشبهات، هل الشخص أرسلها لحتى يتم فضحها أو لا. وبعد ما تتأكد 100% تبيع السم. ولحتى تبرئ نفسها أكثر كانت على الزجاجة مكتوب تعليمات: ضعي قطرة واحدة خلال الليل، على أساس أنه هو منتجات تجميلية. أكواتوفانا كان متكون من الزرنيخ والرصاص والبليدونا. بليدونا هو عصير التوت، النساء قبل كانوا يستخدموه كقطرة للعين لحتى يوسع العين وتصير تلمع. فهذه المكونات كانت موجودة بكل أنواع مساحيق التجميل أو الميك اب، فيعني حتى لو تم إمساكها فهذا الشيء ما يعتبر تقريبا. لكن صار خطأ بسيط من قبل إحدى النساء. بيوم من الأيام امرأة توجهت إلى محل جوليا وتكلمت معاها إنه هي تريد أكواتوفانا. فأوكي جوليا سألت عنها وحاولت تستفسر هل هذه الامرأة موثوقة أو لا، وبعدها أعطتها أكواتوفانا. هذه الامرأة توجهت إلى منزلها، صنعت العشاء، وضعت بالحساء قطرتين من هذا السم. لكن لما زوجها جلس وحاول إن هو يشرب الحساء، هي بدأت تصرخ وضربت على إيده وقالت له لا تشرب هذا الحساء. أكيد هو ضربها وسألها شنو موجود، تحاولين تقتليني؟ هو عرف الموضوع وهي اعترفت بكل شيء، إنه أنا حاولت قتلك واشتريت أكواتوفانا. سلمها للشرطة واعترفت بكل شيء. بعد اعتراف هذه الامرأة الإشاعات انتشرت وبسرعة بلغوا جوليا: هربي، هذه الامرأة فضحتنا. وجوليا أخذت بنتها وأغراضها وهربت. جوليا قررت إن هي تبات بإحدى الكنائس، وبعدها لما ينحل الموضوع تخرج. لكن الإشاعات السيئة بدأت تنتشر عن جوليا بأنه هي سممت إمدادات المياه الخاصة بروما، فيعني السكان كانوا خائفين من شرب المياه أو استخدامها. فالناس بنفسهم بدأوا يبحثون عنها وحاولوا تسليمها للشرطة، وفعلا تم إيجادها بالكنيسة، والكنيسة سلمتها إنه أوكي لازم نسلمش، سوري، وأعطوها للشرطة. تم ضربها بالحبس لغاية ما اعترفت بالحقيقة إنه هي قتلت 600 رجل بين سنة 1633 و 1651، ويتوقعون إنه العدد أكبر بكثير. وفي يوليو سنة 1659 تم إعدام جوليا وبنتها وثلاثة من موظفاتها، وتم إعدام بعض من عملائها اللي سمموا أزواجهم، وبعضهم تم حشرهم بالأبراج حرفيا لغاية الموت. وتعرفون موزارت كان يشك قبل وفاته أنه تم تسميمه بأكواتوفانا. واو. لكن بعض الأشخاص يقولون بأن قصة جوليا هي غير حقيقية، وأنه هي امرأة كانت مهتمة بمساحيق التجميل والميك اب وهذه الأشياء
لكن الشرطة والناس أو الحكومة ما كانوا حابيها، فهم كانوا يكرهون النساء أو النساء اللي تعمل. لهذا السبب أخذوها ضربوها لغاية ما اعترفت بشيء ما عملته أصلا. فأنتوا شنو رأيكم؟ هل من الممكن أنه جوليا فعلا قتلت 600 رجل أو لا؟ هل هذه كذبة أو أنهم جبروها أنه تقول هذه الأشياء لحتى يعملون قصة مثيرة للجدل ويقتلون بعض النساء؟ وبس هذا كان فيديو اليوم، فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وأهم شي إذا عندكم أي معلومة إضافية أو شي حابين تصححوا فاكتبوا لي بالتعليقات، راح أقرأ كل تعليقاتكم. ولا تنسون تدعمون القناة بلايك واشتراك، وتحاولون إنه أنتوا تنشرون الفيديو مع أصدقائكم أو أي شخص تعرفوه أو على مواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسون تتابعوني على الانستغرام، وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. باي.